السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالما انت هتستخدم تكنولوجيا البيم فانت لازم تهتم قوي بالمسميات والمصطلحات بتاعت اللغة دي. كنا زمان اما بنيجي نشتغل كاد تكنولوجيا الكاد كنت بقولك انا عايزك تطلع لي لوحة تندر ديزاين او الاي اف سي او الشوب دروينج او الاسبلت. اما لو انت هتشتغل بتكنولوجيا البيم مسميات اللوحات دي زي ما بنقول كده بقت موضة قديمة ما بنستخدمهاش. امال احنا بنقول ايه؟ بنقول حاجة اسمها ال او دي. طب هي ال او دي اختصار لايه؟ اختصار لليفل اوف ديتيل او ليفل اوف ديفلوبمنت. ممكن تبقى ديفلوبمنت او ديتيل. طيب هو ايه؟ هياها بس من الاخر كده زوقناها، غيرنا اسمها. فاجي اقول لك مثلا تعالى اعمل لي ال او دي 100، يعني اعمل لي بري ديزاين. يعني ايه بري ديزاين؟ يعني نقعد كده مع بعض قعدة عرب واسمع منك دماغك وانا اقول لك دماغك دي ممكن يتعمل بيها ايه. طب اجي اطلب منك ال او دي 200. ال او دي 200 يعني بعمل لك استيماتيك ديزاين، يعني تصميم مبدئي. طب لو جيت طلبت منك نعمل مع بعض ال او دي 300، ال او دي 300 يعني التندر ديزاين، هو ده بقى التندر ديزاين. طب لو جيت طلبت منك ال او دي 350، هو التندر ديزاين بس عملت له كوردينيشن. يعني ايه كوردينيشن؟ ظبطته، عدلته، اللي هو كنا ممكن نطلق عليه في تكنولوجيا الكاد الاي اف سي. طب لو جيت قلت لك اعمل لي شوب دروينج، ما عدتش اقول لك بقى شوب دروينج دي موضه قديمه، امال اقول لك ايه؟ ال او دي ايه 400. طب انا خلصت المشروع وعايز اخد الاسبلت بتاعتك، ما عدتش اقول لك هات اسبلت، اقول لك هات ال او دي 500 او 450. يعني باستخدام على حسب الستاندر، في ناس بتقول على دي ال او دي 450 او 500، بس المقصود بيهم ايه؟ الاسبلت. يبقى دلوقتي ما عادش في حاجه اسمها تندر ديزاين ولا الاي اف سي ولا الشوب دروينج ولا الاسبلت، بقى في حاجه اسمها الايه؟ ال او دي. واحنا اغلب شغلنا كاستشاري بنطلع الشغل بتاعنا ال او دي 300 او 350. طبعا لما بنيجي نقعد مع العميل في الاول بنحتاج ان احنا نطلعه له ايه؟ 200 كاستيماتيك بس تقريبي. وفي بعض الاحيان انت بتكون محتاج ان انت تطلع الشغل بتاعك على مستوى احترافي، فانت بتطلعه شوب درونج في ال او دي ايه 400.